اهلا بكم من امريكا مع ايمن. اخبار حلوه النهارده. الرئيس دونالد ترامب وقع على قرار بفتح الحكومه الفيدرال جوفرمنت بعد اغلاق دام لمده 40 يوم، وهو الاطول في تاريخ الولايات المتحده الامريكيه بسبب تعنت الحزب الديمقراطي في تمرير القوانين الجديده اللي خاصه بالموازنه العامه. بعد ما في 8 من الحزب الديمقراطي اخيرا انحازوا للجنب الجمهوري ووافقوا على تمرير قانون بفتح الحكومة مرة تانية والفيدرال جوفرمنت ترجع تشتغل. ده معناه ايه؟ معناه نمرة واحد، الفود ستامب بتاع حضرتك اللي واقف هيرجع يشتغل مرة تانية ان شاء الله. فلو انت عندك كارت السناب كارد وبقالك شهر دلوقتي ما نزلكش فيه فلوس، فالمفروض ان شاء الله هينزل لك الفلوس بأثر رجعي، يعني ممكن تلاقي الرصيد بتاعك دبل. الحاجة التانية، الناس بتتفرج عليها النهاردة بتشتغل في الفيدرال جوفرمنت، بتشتغل في أي حاجة تابعة للفيدرال جوفرمنت، المرتب بتاعك اللي واقف هينزل لك بأثر رجعي. كمان الناس اللي بتشتغل في المطارات وكان في مشكلة بسبب التعطل أو الافيشن سيستم، كل ده هيرجع يشتغل مرة تانية إن شاء الله بعد ما وقع الرئيس دونالد ترامب في فجر اليوم على قرار فتح الحكومة مرة تانية. كده إن شاء الله تتوقعوا حضراتكم إن الحياة هترجع مرة تانية بشكل طبيعي، وكل الأمور اللي كانت متعطلة هترجع بشكل طبيعي لحين الانتهاء على الموافقة النهائية للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026. دي كانت حاجة سريعة حبيت أعرف حضراتكم بيها. بشكركم جدا جدا جدا، وكان معكم أيمن من أمريكا.